قبل ما نبدأ فيلمنا النهارده ما تنساش تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة عشان تشوف أي حاجة جديدة. بتبدأ قصتنا بديف اللي كان بيبص لقارورة صغيرة في إيده واللي بنعرف إن فيها سم، وبعدها بلحظات الرعد بيضرب وبيسمع صوت تخبيط على الباب بتاعه، وديف بيزعق بس لما قام بيتفاجئ إن في واحدة ست بره اللي كانت بتستنجد بيه عشان كانت بتدور على أي ملجأ من العاصفة، وبترجع تطلب منه يوصلها للمدينة بعربيته أو يخليها تعمل مكالمة تليفون من عنده، وديف بيبص وبيلف حواليها عشان بعدها بلحظات يقول لها تدخل، واللي بنعرف إن اسمها أندي، واتأسفت له إن هي اتطفلت عليه في وقت زي ده بس ما كانتش عارفه تروح فين او تتصرف ازاي. وبعدها على طول ديف بيبص لها وبيديها فوطه اللي قال لها ان هي بتنقط ميه على الارض وهتبهدل له الدنيا، ومفيش ثواني وقال لها ان هي جت للشخص غلط عشان عربيته عطلانه ومش هيقدر يوصلها. واندي سالت له لو في اي باص او موقف باصات ممكن تركبه عشان تروح، بس بيرجع ديف يقول لها ان مش هيبقى في اي باص او اي مكان شغال بسبب العاصفه وان هي لازم تستنى لحد الصبح. وبيرجع يتاسف لها انه زعلها وعلى صوته ورجع برر ده ان في اطفال في الحي بيخبطوا على الباب وبيجروا. كلنا كنا بنعمل كده يا ابو ديف. وبترجع اندي تساله وهي بتفكر في اي طريقه تخرج بيها، وبترجع تساله ممكن تعمل مكالمه من عنده، بس ديف ما بيردش عليها. اللي رجع يرد عليها تقلع هدومها وتنشرها عشان تنشف، بس وهي بتقلع بياخد باله ديف ان هي كانت لابسه مايو تحت هدومها، واللي خلاها تبرر له ده ان هي كانت على الشط اللي جنبهم قبل العاصفه. وبيروح بعدها عشان يبدا يحضر الشاي، وبيبدا ديف يقول لها ان هو عنده اعتقاد ان هي سايحه ومش من البلد بسبب ان هي راحت الشط بخلاف ان الجو برد. واندي ما بتردش عليه وبتطلب منه تاني ان هي تعمل مكالمه تليفون من عنده، بس ديف بيديها فلوس وبيقول لها ان هي تستعمل تليفون عمومي اللي بيكون عند اخر الشارع. وبيرجع يقول لها ان هو ما عندوش تليفون في البيت، وقال لها انه هيوصلها بس اول ما العاصفه ما تهدى. بس اندي بتستغرب من كلامه وبتساله عن المكان والطريق اللي قالت له ان هي عايزه تروح لوحدها، بس ديف بيقول لها ان الحركه هتكون صعبه بسبب العاصفه بخلاف ان البوابات بتاعه الحي بتكون مقفوله في الوقت ده. فاندي بتاخد الفلوس اللي اداها لها وبتقوم عشان تمشي اللي شكرته على انه استضافها في بيت، بس ديف بيفكرها بان حتى لو قدرت تمشي في العاصفه فالبوابات هتكون مقفوله. وسكتت شويه ورجع قال لها بس انا معايا مفاتيح البوابات دي. واندي قلقت من تصرفاته وطريقته واللي خلاها تشكره تاني وقالت له ان هي تتصرف لوحدها، وبتروح عشان تخرج بس بتتصدم لما بتلاقي العاصفه شدت اكتر، وده خلاها تفكر تاني في ان هي تفضل قاعده لحد ما العاصفه ما تهدى. فبتتمشى في البيت وبتبدا تتكلم مع ديف وبتساله عن حياته، وديف بيرد عليه وبيقول لها انه كان شغال كهربائي وخسر وظيفته بعد ما حط المفك في المكان بتاعت فيشه الكهرباء. بس اندي كانت بتبص على السلسله اللي لقيتها، ورجع قال لها ان في خلال حياته اتعلم ان الحياه بتكون ممله، وان الشخص لما بيتحط في موقف حياه وموت ده بيخليه يحس انه لسه عايش. اللي رجع اكد لها كلامه بان قرايبه كان ليهم تجارب حياه او موت وشخصيته متغيرت بعد ما تعرض له الموقف ده. وقبل ما ترد بيرجع يسالها ديف عن عنوانها او عايشه فين. اللي رجعت قالت له ان بيتها مش بعيد عن هنا، وبعدها اتوترت وقالت له الحقيقه ان هي عايشه في فندق ومش من البلد، وان هي تايهه دلوقتي ومش قادره توصل الفندق او عارفه تتصرف ازاي. وبيرجع ديف يقول لها ان شكلها مش غريب عليه وانه شافها قبل كده، وبعدين بيروح وبيقرب ليها وانتي كانت خايفه ومن غير ما تحس بترجع له السلسله. وبيرجع ديف يقول لها ان هي بتترعش، وبيرد عليها ان هي تاخد شهر سخن، وهي من غير جدال بتوافق على طلبه وبتروح على الحمام، بخلاف ان هي وقفت شويه في الطرقه اللي كانت حاسه ان في حاجه غلط بتحصل في الاوضه بتاعه النوم. وبتدخل الحمام وهي جوه وبتسمع اصوات اشخاص كتير اللي كانوا بيتحركوا في البيت، ومركزتش وبدات تاخد دش، بس فجاه في دم بينزل من الدش واندي ما بتاخدش بالها لحد ما الباب بيخبط وبتتحرج من ان ديف بيخبط عليها، بس بنعرف ان مش ديف اللي بيخبط عليها، وده خلاها تلف. بس لما بتبص بتلاقي فوطه متعلقه على الباب، ولما بتخرج بتلاقي ديف بيحضر الاكل ليهم عشان يعرض عليها سويتر، وقال لها ان هي بتاعه الاكس بتاعته، بس اندي بترفض تلبسها وقالت له ان هي مش بتحب تلبس حاجه حد تاني. ورجعت قالت له ان هو على الاغلب بيهرب او بيستخبى من الحاجه، لان في العاده الناس لما بتعيش في مكان هادي وبعيد عن كل حاجه ده بيكون سبب حاجه من الاتنين، يا هربان من حاجه او عنده حاجه تانيه بيخبيها ومش عايز حد يعرف عنها اي حاجه. وبيصب ديف الاكل وبيرجع يقول لها ان هي اكتر واحده عاقله قابلها في حياته، لان الستات في الطبيعي بتلوم الناس التانيه على اي قرار غلط بيعملوه بخلاف ان هم اللي اخدوا القرار وهم اللي نفذوه. وبعدين اندي بتقعد تبص على الاكل وهي قلقانه، بس في الاخر بتاخده وبتمشي. وفي نفس الوقت بيلاحظ ديف الحلق بتاعها اللي حاسس ان هو مألوف وشافه قبل كده، بس ما كانش قادر يحدد هو شافه فين. وبتقعد بس هي مش بتاكل من الاكل وبترجع تساله. بيبدا كلام ملوش علاقه بالموضوع، انه دايما عنده ارق وبيحلم باحلام غريبه، وانه بيجي له اوقات ما بيقدرش يفرق بين الحلم والحقيقه، وانه ممكن يكون شاف حاجه في الحلم ويبقى فاكر انها حقيقيه. وبيرجع يقول لها ده بسبب انه مش بينام كتير، وده اللي بيخليه يضغط على جهازه العصبي ومش دايما بيكون واعي بكل حاجه، وانه بيشوف دايما ذكريات على شكل ومضات وهو صاحي. وبيروح ديف بعدها وبيغسل الحله اللي عمل فيها الاكل، بس الميه بتتحول لدم نازل من الحنفيه. بس الغريب ان ديف مش بياخد اي رد فعل وبيكمل كلامه بانه يقول لها ان نفسه في بدايه جديده وحياه جديده زي انه يتولد من جديد عشان ترجع الميه لشكلها الطبيعي. وبعدين بيبص لاندي وبيلاحظ ان هي بتبص على الباب، وبترجع اندي تسال نفسها هي ازاي قدرت تدخل الحي والبوابات بتاعه الحي مقفوله. وديف بيعلق على كلامها بانه كان عايز يسالها نفس السؤال، بس فجاه الباب بيخبط وبيبص ديف وعينه مدمعه على الباب قبل ما يرجع يسال اندي لو قالت لاي حد ان هي هنا، وبتقول له اندي لا. وبيرجع ديف يبص بره بس ما بيلاقيش حد هناك، واللي خلى اندي تخاف اكتر اللي رجع قال لها ان الاطفال بتوع الحي بيعملوا كده معاه. وبيروح ديف للمطبخ وبيطلع قروط السم اللي في جيبه وبيبص لها في الوقت اللي اندي بتطلق الاكل اللي عامله في الجزمه بتاعت ديف، اللي شاكت انه ممكن يكون حط لها فيها حاجه. بس في الوقت اللي العاصفه شدت اكتر فيه الكهرباء بتقطع والوضع
الوضع بيبقى اصعب. وده خلى ديف يشغل الكشاف اللي قال لها بعدها ان ده ممكن يكون بسبب ان في ماس كهرباء حصل بسبب العاصفه، ورجع قال لها ان ممكن يكون يروح يشوف سبب قطع الكهرباء، بس في حد دلق الاكل في الجزمه بتاعتي. وبتعرف اندي ان هو عارف ان هي دلقت الاكل في الجزمه بتاعته اللي اتاسفت له، قالت له ان هي تنضفها، وقال لها ان طبيعي تكون خايفه، وقال لها طمني انا ما حطيتش سم او مخدر في الاكل بتاعي. اللي قال لها ان الباب مفتوح وتقدر تمشي في اي وقت تحب. واندي بتقلق وبتروح لحد الباب وبتتاكد بنفسها، وبتعرف ان الباب مش مقفول وان كلامه صح، وبترجع عشان تقعد معاه. بيبداوا يلعبوا كوتشينه مع بعض وبيقدم لها حاجه تشربها، وبيتريق وبيقول لها ان هي لو مش عاجبها تقدر تدلقه في الجزمه بتاعته مع الاكل وتغسل الكوبايه. وده خلى اندي تضحك، وبيرجع يقول لها انه متاكد انه شافها قبل كده، بس اندي بتقول له احنا ما اتقابلناش قبل كده وما اظنش اني شفتك لان ما كنتش باجي هنا. وبتقول له حتى لو شفنا بعض او اتقابلنا قبل كده دي اكيد صدفه مرينا بيها، زي ان احنا عدينا من جنب بعض في اي مكان. وبيسالها ديف صدفه ازاي لاني متاكد اني شفتك قبل كده. فاندي بتقول له لو اتقابلنا قبل كده فاكيد هتعرف ده في وقت قريب جدا. وديف بيسالها وقت قريب ازاي لانه كان مستغرب من كلامها، فقالت له مش هتفرق كتير بس في كل الاحوال انا مبسوطه اني قابلتك. وبترفع الكوبايه بتاعتها، بس بتلاحظ ان في علامه شفايف على الكوبايه بتاعتها، وبتفهم ان ده ممكن يكون حاط لها حاجه في المشروب بتاعها. وفجاه بتسمع صوت عالي جدا بره، وديف بيخرج عشان يشوف الصوت ده جاي منين. وبترجع وبتسمع صوت تليفون طالع من اوضه النوم واللي كان عالي جدا، وبتروح عشان تتاكد من الصوت، بس بتلاقي واحده ست ميته على السرير. وقبل ما تاخد اي رد فعل او تستوعب الموقف بتلاقي ديف بيرجع وبتستخبى وبتحاول تهرب، وبتمسك بشاكوش اللي لقيته في طريقه وبتضرب الشباك عشان تكسره وتهرب، بس بتلاقي الشباك بينزل دم عليها، واللي كان غريب جدا عشان بعدها تحس ان هي دايخه. وفي نفس الوقت بتلاحظ ان ديف جاي ناحيتها وبتحاول تخرج بره، بس المره دي الباب كان مقفول، وديف بيمسكها من ظهرها بس بتزقه بتقدر توقعه على الارض، وبتستخبى بعدها، بس ديف بيسحبها وبيكتف دراعاتها ورجليها وخلاها تشرب حاجه عشان ياخدها ويحطها على السرير مكان الجثه اللي كانت قبل كده. وبتسعى اندي بعدها وبتدور حواليها، وبتنجح اندي ان هي تلاقي مفاتيح كانت موجوده في شنطه الضحيه اللي قبلها، بس وهي بتعمل كده بتلاقي ديف اللي قال لها انه قابل قبل كده واحده كانت تايهه برضه في العاصفه وفي نفس الظروف اللي كانت زيها بالظبط، ورجع قال لها انه اداها نفس السم اللي قتل الضحيه اللي قبلها. وبيرجع يقول لها انه بيحب يعمل كده وبيحب دايما يشوف الست وهي بتتصرف وفاكره ان محدش شايفها. اللي رجع قال لها بعدين ان هي ما تلومش غير نفسها عشان خبطت على بابه ومش هتكون اول او اخر ضحيه وزيها زي غيرها، وبيأكد عليها تاني ان شكلها مألوف. بس اندي بتخاف وبتحاول تقاوم وتزحف لحد الباب، بس دي بيمسكها عشان اندي ترجع تقول له ان هي هترجع على الارض، واقنعته انه يوديها لحد الحوض عشان ما تبهدلش الدنيا، وبياخدها وبيوديها، بس اندي بتستغل الفرصه دي وبتمسك بسكينه وبتحاول تطعنه، بس ديف بيمسك ايديها قبل ما تقدر تعمل اي حاجه. في الوقت اللي كانت بتموت فيه خلاص وبتستسلم للموت بيكمل كلامه عن ضحيته الاولى اللي كانت ظروفها زيها بالظبط، وكان برضه في يوم عاصفه، اللي قال لها انه قابلها في محطه البنزين واشترى لها كيس شيبسي، بخلاف ان هي كانت عندها تاتو عباره عن خط طالع منه 3 شرط على ظهرها، وانه بعد ما موتها كان فاكر ان الشرطه هتلاقيه وتقبض عليه، بس اتفاجئ ان الموضوع عدى عادي ومحدش عارف حاجه عنه، وده خلاه يقتنع انه يقدر يعمل اي حاجه هو عايزها ويفلت من غير عقاب. وبعدين بياخد اندي وهي خلاص بتستسلم للموت وبيحطها مكان الضحيه الاولى، وبيحط بطانيه على وشها، بس بيتفاجئ ان في اغنيه بتشتغل على الراديو اللي كان عنده في البيت، وقدر يميز الاغنيه فورا لان دي كانت نفس الاغنيه اللي كانت شغاله في عربيته لما قابل ضحيته الاولى، وده بيرجع له ذكريات غريبه وخلاه يروح ويبص على جثه اندي، بس بيلاقي نفس التاتو بتاع ضحيته الاولى على جسمها، وبيرجع حبه وبيلاقي نفسه ماسك شاكوش عليه دم، ولما بيبص تاني بيلاقي دماغ اندي متعوره وعليها دم وبتنزف، وبعدها بلحظات الجثه بتقوم من مكانها وبتبص له وهي مبتسمه، ومن الخضه بيرجع لورا، بس وهو بيرجع بيتكعبل في رجل واحده ثانيه واللي بنعرف ان هي شبح تاني اللي بيكون من ضحاياه، وبيزحف وهو بيصرخ عشان يشوف شبح تالت ضحيه ليه، وبيلف وشه عشان يلاقي شبح رابع ضحيه ليه واقفه وبتبص له، بس فجاه بيختفوا كلهم مره واحده عشان يلاقي حاجه بتسحبه لورا تحت السرير، وبيسمع اصواتهم كلهم في نفس الوقت وهم بيضحكوا وبيعيطوا، وبيخرج من هناك وهو بيجري، بس بيلاقي كل الضحايا بتوعه واقفين وبيبصوا له، بيستجمع شجاعته بيعدي من وسطهم بس بيقع على الارض عشان يبص ويلاقي اندي بتاكل شيبسي اللي بيكون نفس الشيبسي اللي اشتراه ليها اول مره اتقابلوا فيه، واللي بنعرف ان هي تبقى ضحيته الاولى، عشان فجاه يلاقي عربيات الشرطه بتوصل واللي كان نورها مغطي البيت كله، وانعكاس النور كان بينعكس على الضحايا بتوعه، وبيسمع صوت الباب بيخبط، وده كان نفس الصوت اللي كان بيسمعه قبل كده، بس فجاه بيلاقي اندي بتقرب منه وبتعرض عليه قاروره السم، وبتشده ناحيه الترابيزه وبتطلق القاروره في ازازه الخمره بتديها له، وبتقول له ان هو قال انه عايز يتولد من جديد، وان هي جت عشان تحقق له طلبه وامنيته اللي كان عايزها، في الوقت اللي كان سامع اصوات الضحايا بتوعه في البيت عمالين يتكلموا بشكل غريب كانهم بيعيطوا وبيضحكوا في نفس الوقت، وبترجع تقول له انه يشرب الازاز، بس ديف اتردد للحظات وده خلاها تزق الازازه ببقه، وديف كان بيحاول يقاوم انه يشرب بس ما قدرش، وبيشرب الازازه كلها لحد اخر نقطه فيها، وبيخبط الازازه على الترابيزه بعد ما خلصها، عشان فجاه البيت بيرجع لطبيعته تاني كأن ما حصلش حاجه، بس بيسمع صوت الباب بيخبط، ولما ديف بيبص على الجثه وهو مرعوب وبيلاقيها في مكانها بيقوم وبيروح عشان يفتح الباب، بس بيلاقي ان دول العيال الصغيره اللي في الحي، عشان بعدها بلحظات بيلاقي ازازه السم في جيبه وبيلاقيها فاضيه، وبيعرف ان هو شربها كلها في الوقت اللي حصل فيه كل ده، وبيضحك وبيقفل الباب عشان بعدها بلحظات يقع ويموت، وبنعرف ان كل ده كان حقيقه، وان الضحايا بتوع كلهم انتقموا منه وقتلوه بنفس الطريقه اللي كان بيقتلهم بيها اللي بتكون نفس السم بس. وبيخلص الفيلم على كده، وما تنساش تعمل اشتراك في القناه عشان تشوف كل جديد.